مرحبا نجيب. اهلا كيفك؟ وسهلا. شو أخبارك؟ والله ماشي الحال. تمام. نجيب حمادي. أنت طالب سياسات عامة بالجامعة الأمريكية ببيروت. وكتير بتهتم بموضوع الهجرة صح. كسياسة عامة وكسياسة بكل أنواعها. ليش أهمية نحن نحكي عن الهجرة حاليا؟ اوكي. هلا الحديث عن الهجرة مع انه الهجرة شيء اساسي بهيدا المجتمع، ومع انه بتحمل تطورات وتغيرات ديموغرافية كتير عالية، وهي ركن اساسي من النموذج الاقتصادي اللي نحن عشنا فيه اخر 30 سنة، والتحويلات والمغتربين واهلا بطل اهلا هيدا كله. ما الهجرة ما إلها محل بالخطاب العام. الخطاب العام بيبقى محصور بمسرحيات وبحديث عن رئاسة الجمهورية وعن لازم نرد السوريين على بلدهم، بس خبرية الهجرة ما بتنجاب أبدا. وبالتالي هلا ليش فينا نحكي بسياق الحديث، بس بالتالي هون أهمية الحديث عن الهجرة وهذا البودكاست، ونقدر نرجع الهجرة خصوصي بين الشباب انه ما يعتبروها شيء طبيعي وطول عمره هيك ولازم نسافر، انما تكون حديث كسياسة عامة. في الواحد يجي يقول انا مع الهجرة بس يحكي فيها ويقدم سياسات، او ضد الهجرة يقدم سياسات، بس مش انه ما بنحكي فيها وما بنتعاطى معها وبنخليها هيك كشيء طبيعي وذاكرة عن اساطير القرن ال19 وكل هالاخبار. وصلنا القرن التسعة كتير نحكي عنه، خاصة لأنه بتعرف القرن التسعة هو شكل يمكن علامة فارقة كمان خلق الوطن بحدوده الحالية وغيرها. م. آه، ممكن إذا بنحطها بسياق تاريخي للهجرة. ايه آه ايه هيدا بالقرن ال19 بعدك قايل انه او من بعدها، بس بوقتها كانت عم بيصير بالتزامن شغلتين. اول وحدة هي انه بيروت من بعد ما كانت ضايعة صغيرة بقلبها شي 20,000 واحد، تشكلت كمدينة وكمرفأ أساسي بكل المنطقة، وزاد عدد سكانها لوصل لل200,000 واحد. بس تشكلت من هجرة مش من الأرياف المحيطة فيها، إنما من هجرة إجت من بلدان المنطقة التانية، من المدن، يعني من دمشق ومن حلب ومن القدس ومن بغداد، كلهم شكلوا بيروت، عيال البيرتي اللي هلأ نحن بنسميهم بيرتي. إنما كمان كان عم بصير بالقرن ال19 بجبل لبنان هجرة كثيفة من فلاحين، أهلهم كانوا فلاحين اللي راحوا على أمريكا اللاتينية. هلأ لما بدنا نحكي عن الهجرات أول واحدة منهم بالقرن ال19، المفروض نفهم شو الدوافع، شو اللي بيخلي الواحد يحمل حاله يطلع من جبل لبنان يروح على أمريكا اللاتينية، يحمل مخاطرات. كانت المخاطرات كتير عالية، يعني أكيد. الاتصالات والنقل إنه ما كان مثل هلأ، يعني انه كان يروح الواحد بالبابور يضله مدري كم شهر و... ويتحمل مخاطر، مدري مين سرق له مصاري ومدري فكان في مخاطر كتير عالية، بس كانوا يعملوها، كانوا يروحوا يهاجروا وحتى ما ينزلوا على بيروت يعني. هلا ليش؟ لأنه بهيدا الوقت تحديدا بال 1856 كانت عم بتبلش موجة التنظيمات بالسلطنة العثمانية. بوقتها بدل ما نكون رعايا السلطان صرنا مواطنين، وبدل ما تكون كل الأراضي ملك السلطان صارت كل الأراضي ملكية فردية، وتوزعت الأراضي بالتساوي مش بالتساوي بس توزعت على العالم، حدا أخذ أكتر من غيره، بس صار في ملكيات فردية. هيدا نتج عنه أنه بدل ما يكون في سلطان مالك كل الأراضي وبيجبي ضريبة عبر موظف اسمه المقاطعجي، صارت العلاقة مباشرة بين السلطان والعالم يعني صار الفلاح، مثل يدفعوا ضرائب يدفعوا ضرائب مباشرة. يعني شبه كنت عم تتحول النظام الاقتصادي تاع السلطنة إنه كمان تغير ولا؟ كان في محاولة بوقتها، هلأ فشلت، بس كان في محاولة لبناء دولة عثمانية. هلأ المقاطعجية براس العالم كانوا شيء كتير بشع، يعني حتى بعدنا ورتينينا لهلأ إنه لما نقول يتمقطع بالعالم جاي من مقاطعجية يعني. أه اللي سافروا لما صارت الملكية، لما صار في ملكية فردية وطبقة الأعيان أو المقاطعجية سقطت، انهارت، صار في مجال قدام العالم تا يترقوا اجتماعيا،
يعني لما كان النظام بعده جامد مسكر انه في فلاحين وفي مقاطعجيه، ما كان براس الفلاح انه انا بدي يصير قصه كبيره، كان ابن الفلاح بيطلع فلاح. هلا لما صار في ملكيه فرديه وهيدي الطبقه المقاطعجيه سقطت، صار في مجال للترقي الاجتماعي. صاروا العالم بيحملوا حالهم، مش اللي كانوا فلاحين ولادهم للي كانوا فلاحين بيحملوا حالهم وبيروحوا على امريكا اللاتينيه تيطلعوا شويه مصاري، وبراسهم انه بيرجعوا على لبنان وبيعملوا بيت ارميد. بحياته ما كان في بيوت ارميد عندنا بلبنان. هيدي اللي الكذبة التاريخية كنا انه نرسمها فخر الدين جابها من سيسيليا ونقلها واول لهون البيت اللبناني القروي اللي كنا نرسمه بالمدرسه انه يابا في بيت ارميد. ما في بيت ارميد يعني، بحياته ما كان فيه. بس اللي سافروا بالقرن ال19 وكان في هجره كتير كثيفه، هاجروا تا يردوا على كيف كان النظام السياسي راكب على جيل أهلهم. جيل أهلهم كانوا راضين، مش راضين بحكم النظام اللي قائم انه في فلاحين وفي مقاطعجية. اللي سافروا هن جيل شباب بوقتها اللي عملوا ردة فعل جيلية على هيدا الشيء. هلأ في الواحد يحكي كتير دراسات شو كان أثارها اقتصاد الحرير، بس كان في ردة فعل جيلي. هلأ الهجرة الثانية اللي صارت، موجة الهجرة الثانية اللي صارت بلبنان صارت بالحرب الأهلية. قبل الحرب الأهلية مع فورة النفط اللي كانت عامل أساسي أصلا بنشوب الحرب الأهلية، لأنه الحرب الأهلية مكلفة بدها تمويل. أكيد. هاجر عالم اللي راحوا على الخليج اشتغلوا هونيك، بس هدول العالم كمان سافروا براسهم بده يعملوا مصاري بالخليج ويجوا يعملوا واجهات بلبنان. واحد من أبرز الأمثلة رفيق الحريري اللي بيو كان ناطور بستان بصيدا، راح على السعودية عمل شوية مصاري، ولما رجع كل اللي كان عم بيعمله في يكون عم بواحد عم بيفسره بمنطق انه تحدي للواجهات اللي كانت على زمان جيل اهله، يعني بيت البزري وبيت الصلح وبيت سلام اللي كانوا على جيل اهله. ردة فعل كمان جيلي، لانه لما نكون عم نحكي عن هجرات عم نحكي عن موارد تتراكم عبر الوقت. لما ناخد الوقت بعين الاعتبار فطبيعي نكون عم ناخد الاجيال بعين الاعتبار. طبيعي أكيد. هلا ثالث موجة هجرة عايشة هيدا البلد اجت من بعد الحرب الأهلية، لما ركب نظام طائف بعد 90. طيب كيف تركب هيدا النظام؟ أول شيء مهم نفهم كيف تركب، لنفهم انه كيف لأكثر من نص جيل الشباب كان يهاجر قبل الأزمة. من بعد ما تقسمت المناطق بالحرب في جيل بأكمله خلقه وعاش طفولته وشبابه بمرحلة 15 سنة قتل وخطف ومتاريس هيدول أول سنتين كان كل واحد منهم معتبر إنه في طموحات وفي شي بده يعمل اشتراكية وشي بده يعمل قومية لبنانية وما بعرف شو. بس من بعد اغتيال بشير جميل وكمال جنبلاط هيدي الطموحات رحت انهزمت، واللي كانوا حاملين هيدي الطموحات كمان انهزموا. يعني الشيء اللي بنسمعه بالبيت انه من اهلنا انه شو بدكم بالعمل السياسي وذاكرة العمل السياسي البشعة، هي جاية من انه هن كان عندهم طموحات وجربوا وما زبطت معهم، فنحن نحمل كليكيشنا ومنفل. هلا طموحات انهزمت وبقيوا 13 سنة يقوصوا على بعضهم متاريس وخطفوا هيدا من دون ولا نتيجة على الفاضي. هيدا مش هين ذاكرة العنف بقيت لحد هلأ بعقولهم، والخوف من انه يرجع العنف كمان بقي. يعني بال90 نتيجة ظروف ترتيبات إقليمية وعالمية نحن ما خصنا فيها، سقوط الاتحاد السوفيتي ومسيرة السلام وانه امريكا بدها تدير المنطقة عبر السلام مش عبر الحروب، ودى انه يخلصونا اياها هون ومنركب نظام هدنة. المفارقة الغريبة انه في كتير قصص صارت بهالبلد ما عرفنا كيف خلصت، ومنها الحرب الأهلية. انه خلص نحطوا يلا روح على الطائف اجتمعوا وعملوا ميثاق جديد نظام جديد الى اخره. بعد مش معروف امتين كان تاريخ نهاية الحرب مزبوط يعني عند الناس 100%. حتى بذاكرتنا انه الطائف هو الشيء اللي خلص الحرب، انه الشيء اللي نحن هلا عايشين فيه واللي خلص انكتب على الورق بالتسعينات كان مبلش يتحضر له من وقت مؤتمر جنيف ولوزان بال86. نفس ورقة اتفاق طائف راحوا مضيوا عليها بلوزان
بال86 هي ذاتها، بس الفرق انه بال90 كانت فارطة خبرية الاتحاد السوفيتي وكان مسيرة السلام مبلشة بالمنطقة. طيب بس هيدا حمل معه هيدي الهدنة بين طوائف هي بالأساس فايت ببعضها، هي بالأساس عنيفة. حمل معه شيء كتير أساسي، إنه نحنا ما بدنا نفوت ببعض، أوكي، ولأنه ما بدنا نفوت ببعض ما بدنا نجي ناخد الموارد من بعضنا، وبالتالي الموارد المالية والاقتصادية ضروري تكون عم تجي من برا. صحيح. هلأ هيدا وتيقدروا ينسوا جيل الحرب اللي عاشوا بالحرب، تيقدروا يقنعوهم خي انه اتركوا السلاح وخلص خلصت وانه 15 سنة من حياتكم هودي راحوا قتلوا خطف هذا، تعوا هلا حطوا السلاح على جنب. تيقدروا يقنعوهم انه يوقفوا وانه يجربوا ينسوا، يتناسوا شو عملوا بالحرب، لانه كلهم شاركوا بالحرب حتى لو بيقولوا لنا انه ما شاركوا، كلهم شاركوا. ركبوا خبرية الدين، راحوا تدينوا تا يستهلكوا قد ما فيهم، سيارات وبنزين وصفرات قروض على كل شيء كانت. وقروض على يعملوا عمليات تجميل واخبار. اذا واحد بيطلع بس بصور السيارات بعد ال90 وقبل ال90 كيف كانت، يعني شيء فظيع. كل واحد صار عنده 3-4 سيارات واخر موديل وكل هالاخبار وتياب. طيب هيدول تمولوا بداية بالدين. طيب الواحد لما يجي يتدين شو بيكون عم يعمل؟ يعني عم بتدين معناتها عم بدي سيولة حاضرة هلأ على حساب الوقت، يعني بيدفع الجيل اللي بعده إذا كانت على صعيد مجتمع. هي مفاضلة عبر زمنية. وبالتالي شو اللي صار؟ شو يعني الدين؟ الدين معناتها تبدية جيل الحرب واستهلاك جيل الحرب، رشوة جيل الحرب تيوقف قتل على حساب جيل الشباب. هذا هو الدين. هذا مفصل تأسيسي بالنظام ظلوا مكمل معه كل فترة هال30 سنة. الدين مش بس بيجي من دول خارجية بتيجي بتديننا، إنما كمان بيجي من طلاب شباب بيروحوا بيهاجروا بيبعتوا مصاري بنسميها ودايع وقطاع مصرفي، بس هيدي كانت تخلص تتمول الاستهلاك. صحيح. الودايع ما بقى في ودايع، راحت الودايع. الودايع هي شيء انصرف تا يمول استهلاك جيل الحرب. كيف كان يصير هيدا الشيء؟ لأنه بكل بساطة نحن قبل الحرب كان عندنا 3-4 جامعات بهالبلد، شيء طبيعي يعني بلد صغير يعني بدوش أكثر من 3-4 جامعات. بعد الحرب خلصنا عندنا 46 جامعة. هول مقدرين يعني. ايه انه 46 جامعة شو يعني؟ كلنا 4 مليون واحد عرفت. اوكي، ولغات قد ما بدك، كل واحد بيحكي له لغتين 3. هذا كله كرمال شو؟ كرمال هيدا الجيل من اول ما خلق، اوكي، لوقت ما بيوصل لعند الطيارة يروح يسافر، هيدا براسه انه خي انت رايح تهاجر. هو يعني نقول النظام التعليمي بيأسس للهجرة، يعني صح. مأسسي. انا كنت تعلمت بجامعة هون. اول شيء تعلمت محاسبة على منهاج امريكا، يعني على قوانين امريكا، ما تحطيت مع لبنان. ولما تخرجت طبعا رئيس الجامعة بهنيني، فبيبعت ايميل انه يابا الجامعة قدرت خلال الازمة تحافظ على دور الجامعات التاريخي بلبنان، واللي هو بالحرف تصدير الموارد البشرية انتاج الموارد البشرية القابلة للتصدير. يعني مثل كأنك بضاعة، يعني فهمت ايه. كيف؟ انه انت عم بيحضروك، عم بيأهلوك. ايه. اوكي، بنفهم في شيء اسمه رأس مال بشري وكل هالقصص هيدي، بس انه قدينا احنا بالنسبة لهم ناس عم نتصدر لبرا، نرجع نجيب موارد من برا. ولا مرة كنا يعني شيء بني آدم او مين انسان يعني له الحق يبقى ببلده ويأسس شيء، يعني ابدا. حتى التعبير عنا بكذا مفصل كان اول الازمه، انه ان كان على خبريه انه بنروح بنهجر لنا كم واحد بيبعتوا $200 لعائلتهم وهيك بيمشي الحال، وبنسميها ريزيلينس. وانه بدل ما نكون عم نصدر تفاح احسن لنا نصدر مهندسين، يعني هودي من عالم مفروض يكونوا مسؤولين عن هيدا المجتمع. فالهجره طول عمرها كانت مش هيك شيء فردي وطموح، وهي أبعد بكتير من أنه تكون شيء فردي. لما نكون عم نحكي عن هجرة بتطال 50% من كل جيل، هي قبل الأزمة. بعد الأزمة صارت تطال 70%. أوكي، لما نكون عم نحكي بهيدا الحجم وبشيء ممنهج بنيوي بقلب النظام، بالجامعة بيعلموك لغات وبيعلموك مناهج برا، معناتها عم نحكي عن ظاهرة اجتماعية سياسية ما بيجوز نكون عم نتعامل معها كشباب كشيء فردي ونغلفها هيك بأطروحات وأساطير تبع الكارير والمستقبل، ومنا نروح نشوف طموحاتنا هلأ بالهجرة بناها وصاغة جيل الحرب.
تيأمن رشوته. ما بيجوز نقبل طموحاتنا على القليلة تكون وأحلامنا منصاغة بهيدا الشكل. هلا نحن كرشوة شو بنعني بالرشوة هون؟ يعني إذا عم نحكي رشوة، إنه هي الرشوة لما إجا هيدا الجيل القديم ارتضى إنه بهذا النظام الاقتصادي اللي ركب بعد الحرب، الديون وكذا، هو هيدا الرشوة اللي عم ندفعها ولا كيف؟ إذا فينا نشرحها أكثر هالنقطة يعني. الرشوة هي كل شيء كنا عم نعيشه بهيدا النظام. شو يعني؟ لا طبعا تمول عبر الدين وتمول عبر تهجير الشباب. بس تناخد خبرية كمان، لأنه بالبلد نسمع على طول إنه طول عمره هيك، خاصة من الجيل اللي قبل. أوكي، الرشوة بال86 صار في صياغة لمشروع إعادة إعمار لبيروت قبل ما سوليدار تطلع يعني. مشروع إعادة الأعمار هيدا كان بيتضمن شبكة نقل قطارات بتربط كل لبنان وبتصب ببيروت، شبكة مترو، مكتبة عامة بقلب الوسط، كل الإدارات بتكون بقلب الوسط، شو بعرفني، الأسواق بدل ما تكون كل منطقة عندها سوقها وخدماتها الاقتصادية الخاصة فيها والعالم ما بيندمجوا مع بعض، هيدول بيكونوا بقلب الوسط. أوكي، هذا بال86 وانشغل شغل وانعملت النماذج وفي شباب نزلوا كانوا عم يشيلوا الردم وصار في نماذج حتى حية تحت لأشياء ترممت. هيدا راح، وبال90 اجت ركبت سوليدار. طيب بسوليدار ركب شيء سموه مدينة يعني. اوكي، وما في هلا اذا بتنزل على سوليدار يعني على الوسط اللي المفروض كل العالم تكون تحت، ما في شيء. اوكي، شوية مكاتب فاضية. هيدا رشوة. هيدا تيكون عنا مدينة وعقارات نعمل فيها مضاربات ونطلع مصاري وفوايد وقطاع المصرفي يمشي وكل هالاخبار، ونصير نجيب مصاري من الخليج تنمول الاستهلاك هون. تفضت المدينة من كل وظائفها، وصارت المدينة عبارة عن شوية بابات ومطاعم هلا بنروح هدا وعجقة سعر، ونحن عشناهن يعني. بدل ما يكون عنا قطار بيجمع كل العالم وكل العالم تنزل من كل المناطق بيصب بنقطة واحدة، صار كل واحد عنده 3-4 سيارات. هاي رشوة. اوكي، الثياب ترندات الثياب العظيمة اللي عنا، المطاعم اللي ما بعرف كم أكتر من العالم في مطاعم هلا يعني. صار خاصة بعد الأزمة كثرة المطاعم كتير بشكل هستيري يعني. ايه صحيح، لما نحكي عن بعد الأزمة لأنه أساسية خبرية هذا تجلي لشيء أساسي، إنه كيف المجتمع عم بيتأقلم وعم بيضحي بحاله فعليا يعني. الرشوة هي كل هول. الرشوة هي إنه مستوى استهلاكنا ومستوى أسعارنا بتكون أعلى من أمريكا ب4 مرات. هيدا رشوة. هيدا صار ده بشكل ممنهج، مثل ما عبر عنها رفيق الحريري بعد الحرب بمحاضرة بجامعة من جامعات لبنان بس للمفارقة، إنه اشترينا السلم الأهلي بالدين. هيدي هي رشوة. هلا نحن حكينا عن الهجرات القديمة والمشاكل اللي علينا فيها وكذا، بس هلا في عنا الهجرة الحالية اللي هي يمكن ما بعرف انه فينا نعتبرها انا بسميها شخصيا اكسودوس. انه نحن كانه عم ننقل هالشعب هيدا لمطرح خلص يضل برا، ويضل كم حدا هون جوا هو عم يتحكم بهاي الموارد كلها، حتى لو عم بيتحول مصاري على البلد. بس يعني فتح كذا سيرفيس هلا للتحويلات من جديد من بعد هيدي الهجرات ومن بعد هاي الأزمة المالية اللي قطعنا فيها. القطاع المصرفي يمكن اللي هو كان من الرشوة الأكبر فينا نعتبره، إنه عم بيرش كتير قبل نهار فعليا يعني. في كتير شركات عالمية سكرت بلبنان بسبب إنه بطل في قطاع مصرفي. بتعرف أنت القطاع المصرفي أوقات بيكون نوعا ما بيخفف تبييض الأموال وبيخفف المشاكل اللي ممكن تنتج. بس عودة لهذا الشيء، انه الفرق بين الهجرات هيدي اللي كلها قطعنا فيها، المراحل الثلاث هجرات اللي قطعت على لبنان او الثلاثة ستيشنز للهجرة، وبين الهجرة اللي هلا عم بتصير، هيدي وين مركزها؟ شو وضعها هيدي؟ الهجرة اللي هلأ عم تصير، شو الفرق بينه وبين الهجرات اللي صاروا قبل؟ انه اول شيء اللي عم بيصير هلأ انه كل واحد قادر يسافر بيروح بيسافر، كل واحد قادر يهاجر بيروح بيهاجر. نسبة الهجرة صارت 70% من جيل الشباب. 70% يعني رقم هيدا اي معناتها تخطى ال 50% اللي كان اللي كانت قبل يعني الادوات اللي كانت
عم يتم استعمالها بالنظام اللي قبل هلأ عم تاخد شكل تصفي، مش انه ادوات انه قبل الازمه كان في اخبار انه اوكي في 50% هجره، طبعا شيء فظيع يعني، بس انه قبل كان في بنوكه وكان في الواحد بيشتغل بالبنوكه، بفوت على الحربيه بلا 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 بلا. بس الشيء اللي عم بيصير هلا هو تصفي، يعني ما بقى في مؤسسات، المؤسسات الخاصة ولا العامة كله عم بيسكر، بيبقى لنا شوية مطاعم وبابات وهالأخبار. ما بقى في موارد مالية، يعني المخزون المادي اللي ورثناه من شيء منيح ولا شيء قبيح، بس كان عندنا مخزون مادي كان أول 19-40 مليار دولار، هلأ وصلوا ل5 مليار، وكل الموارد المالية غيرها مكملة تنقص. أوكي. والموارد البشرية كمان عم نكمل عليها يعني. وفي خبرية بتجي بتطلع انه هيدي اسمها مناعة او ريزيلينس، اوكي، وبنعمل لهم اهلا بهالطلة اهلا لما يرجعوا، وانه بيبعتوا موارد مالية. هي خبرية الموارد المالية ما بعرف كيف الواحد بيقيسها يعني، انه قال بنروح بنسفر شباب، اول شيء بيكونوا كلفوا كلفة تعليمهم، هيدا اول وحدة. قال بس بعدين بيرجعوا بيبعتوا موارد مالية، انه الموارد المالية بيرجعوا بيحولوها ما بتغطي قد ايه كانت كلفة التعليم اللي اندفعت عليهم، صحيح. انصرف مصاري عليهم. هيدي واحد. تاني شغلة انه اللي عم بيسافر هلا هن مش العالم اللي عم بيموتوا من الجوع يعني، هن العالم اللي معلمين ومعهم شهادات من غير شر، هجرة أدمغة، وراح. كيف هيدا البلد بده يرجع يوقف على جراه إذا ما في هيدي القدرات البشرية؟ يعني بس تناخد مثل إنه بالعراق بحر من النفط بالعراق، بس ما في كهرباء. ليه ما في كهرباء؟ لأنه ما في مهندسين يجيبوا الكهرباء. أوكي. مين اليوم بيتخيل من الشباب إنه بيفوت هو على الإدارة العامة؟ ما حدا يعني، ما ولا براسهم اصلا. طب كيف بده يمشي هيدا البلد؟ ما بيمشي، بنضلنا عايشين على شحاده، بلكي ما بيصير في عنف، بس انه طالما مكملين هيك عنف صاير يعني. هلا مقابيل هيدي التصفية اللي عم بتصير بقلب المجتمع، اوكي، شو اللي عم يعملوا اللي المفترض يكونوا مسؤولين؟ انه والله بناخد خيارات السلطة بسموها السلطة العامة. اوكي. هيدول صار له 5 سنين الأزمة. اوكي. انهيار. هلا العالم بطلت تحكي بالانهيار، صارت تحكي بالسوريين يعني. بس انه صار له 5 سنين ولا سياسة عامة اقرت، ولا قرار اتخذ، غير اخبار مسرحيات انه احتلال ايراني ومؤامرة امريكية، وكله عقوبات معارضة، أمريكية ما حدا بياخد. كله معارضة، يا ممانعة يا معارضة يا تغييريين، كله ما يعارضوا، بس ما في حدا بيجي بياخد قرار. طيب هيدا شو عم بيوصل؟ هيدا الاستعفاء عن تحمل المسؤولية عم بيوصل انه مسار التصفية بضله مكمل وبيحدي اكتر يعني. اوكي. وبيطلعوا اخبار انه هجرة موسمية، ما بعرف على اساس انه مين اللبناني بيروح يقطف زيتون بايطاليا يعني، ما او بعرف. مثلا يقطف تفاح مثلا او ايه. يعملوا فان يعني من بيض ومدري شو، على إيه. اساس انه نحن ما عندنا هالقصص هيدي فينا نشتغل عليها هن بلبنان يعني. بلبنان ما بيشتغلوا بخبرية هاي، بس بيطلعوا بيخبروا خبرية لانه بيعتبروا انه هيدي بتصيب، مش على طول بتزبط معهم. اوكي. او خبرية الدولار الطلابي على اول الازمة، انه بلد بعز دين الأزمة بحاجة لدولارات، شو بيطلع براسهم؟ إنه هات لنحول دولارات للي قاعدين برا. البلدان بالعادة بتعمل كابيتال كنترول، يعني بتمنع تحويل الدولارات أو خروج الدولارات من البلد، هن لا بيعملوا دولار طلابي. بس هيدا بمنطقهم شو؟ إنه اللي قادر يهاجر بيهاجر، أوكي، بيوطى الاستهلاك، لما يوطى الاستهلاك منبطل بحاجة لدولارات أكتر قد ما كنا بحاجة قبل، وبيجي بظهر هيدي توطاية الاستهلاك بيجي تحويلات من المغتربين، لحد ما كان ماتوا أهلهم يعني، لأنه ما بقى في مصارف وودايع وكذا، وخلص بعدين بيمشي الحال. أوكي. بس مقابل هيدا الشيء شو يعني؟ تنحطها ببعد جيلي يعني، إنه مش بس جيل الشباب كان عم بيتضحى فيه قبل الأزمة تيروح يرشي جيل أهله، أو تجيل أهله ينرشى وينسى اللي عمله بقلب الحرب. لما صارت الأزمة وصار في خسائر، اللي عم بيغطي هيدا الخسائر واللي عم يتضحى فيه هلا هن جيل الشباب. هو مين عم بيروح بيسافر يعني؟ مش جيل الأهل. طيب قدام هيدا الشيء، اوكي، بعرف انا بشوف بالجامعة وبالشباب اليوم شو الطموحات،
اغلبه يعني يطلع على فرنسا مثلا، ايه لانه انه فرنسا هي يمكن اسهل شيء لياخذ جنسيه. يعني انا بحكيك من رفقاتي ايه اللي هن تخرجوا وكان عندهم الامل يشتغلوا بلبنان وينجوا ومدري شو، اخر شيء لقوا حالهم بعد 2016 انه ما في مطرح ناكل خبز فيه هون، فخلينا نطلع على اوروبا. الشيء اللي راح على فرنسا اغلبه لانه جنسيه سهله، مم. وسهله بعدين يلاقي شغل لانه لبناني. مش انه يعني فهمت كيف انه كمان الفكره بعدها انه نحن اللبنانيه قادرين ايه. قادرين نفرض كل شيء على العالم. يعني هلا عم بخبرني فيه امبارح مثلا انه تخيل كل اللبنانيين اللي بفرنسا بدهم ينتخبوا ماري لوبان. قصة كبيرة ليه؟ اللبنانية. لانه قال بيعتبروا انه نحن اللبنانيه ما بيقربوا علينا الفرنسويه. ايه نحن الام الحنون بعد الفكره، يعني ليك لوين. ف نوعا ما فهمان هيدي الفكره، يعني مم. انه بس هي خطورتها انه كتير كبيره. صح. انه نحن عم نحكي ببلد بعده، حتى لو بالخطاب السائد بعده بانهيار. حتى لو بالخطاب ما بتبين وما بينحكى عنها، وانه هلا سعر الصرف ثبت وكل هالاخبار هيدي، بعده بانهيار. ولا حديث عن الهجرة، ولا حديث عن شو بدنا نعمل بالشباب، شو بدنا نعمل بالقطاعات، شو بدنا نعلم الشباب شو القطاعات اللي بدنا نبديها على غير قطاعات يطلع عنا شكل اقتصادي معين وشكل مجتمع معين. اوكي، هذا الحديث كله بغيب، وبصير التعامل مع الهجرة هي محصور بالشيء الفردي. طيب، هريبة يعني اللي بيهرب. اوكي، بس بتصور مفيد الواحد يفهم انه ليش هيك هي صارت الطموحات. انه شو الطموحات؟ انه نروح نهاجر على فرنسا، نقعد بغرفة ما بعرف 20 ب 15 متر يعني، وعلى مجتمع ما بنعرفه، ونروح من مجتمع ما بنعرفه ورفقة واهل وكل هالاخبار. انه في يعني اجباري بتصور قدام الواحد يشوف هيدي الصورة، انه الحياة الفردية او اللي بيعتبره هو فردي هو ماشي غير صياغة للعام على المستوى الفردي. انه يجي يعتبر انه لازم يستلم المبادرة يغير طموحات، يغير شو ممكن يكون المستقبل. أوكي. وهيدي صايرة يعني انه ردة فعل الاجيال. نحن النظام اللي ركب علينا يعني. اوكي اذا بناخد كل هود اللي اليوم بسموهم زعماء، سمير جعجع ونبيه بري وميشيل عون ونصر الله، هيدول كلياتهم جايين من نفس الطبقة الاجتماعية، وكلياتهم جايين من الريف، والأهم كلياتهم جايين من نفس الجيل. هيدول كيف طلعوا بمشاكل مش بين بعض. أولا على اللي كانوا بجيل أهلهم زعماء ووجهة، يعني نبيه بري صار زعيم بوجه بيت الأسعد وبيت صحيح. عسيران وبيت حميدة و... ونفس الشيء سمير جعجع بوجه بيت إدي وبيت جميل. يعني هودي أول عالم عملوا معهم مشاكل لما طلعوا هودي الزعماء. مظبوط. بالتالي هودي الزعماء أصلا إجوا ردة فعل جيلي. هي هيدا جيل الشباب اليوم لازم يكون، ونحن من ضمنه، عم بيستلم مبادرة يعمل ردة فعل. ما يقبل بس يكون من بعد ما تحمل خسائر اللي فرضها عليه رشوة جيل أهله، واليوم عم بيكون ضحية ليكمل مسار التصفية، انه يستلم المبادرة، يرد على اللي صار بس عم بيضحوا بجيل الشباب. هلا بنوصل للدسامة يمكن فينا نقول، او هلا الاوان. هذا السؤال دائما بنسأله بلبنان، هلا الاوان. حسيت حالي كتير نادين لبكي، بس انه سؤال بيطرح نفسه يعني. اوكي، الشيء اللي حكينا عنه إن كان المسارات اللي ودت لشو الشيء اللي عم نعيشه اليوم، ولا مسار التصفية كمان اللي بلش بعد الانهيار. الصورة اللي جربت أعطيها هي البعد الجيلي اللي كان اللي على طول موجود. أوكي، الفرق هلا إنه ما في ولا هيك ردة فعل مقاومة من جيل الشباب. إنه خي أنتوا تحملتوا، نحن تحملنا الخسائر اللي انفرضت علينا من وراء الدين والودايع اللي تمولت فيها رشوة جيل أهلكم.
ومن بعد ما هيدي الخسائر صارت اعترف بها يعني بال 2019 مع انه كانت عم تتراكم ل 30 سنه، الخسائر عم تتحول تصفية كل شيء. قدام هيدا الشيء، هيدا التصفية 70% قلنا من جيل الشباب عم بيهاجر، هيدا بده يوصل بعد 15 سنة من هلا إذا كفينا مثل ما نحنا يعني ب 38 لمحل إنه هيدا المجتمع بصير بقلبه تلت المقيمين اللبنانيين لبنانيين، التلت التاني سوريين، والتلت اللي برا مغتربين، يعني تلت بتلت بتلت. اوكي، هيدي صورة يعني عم نشوف مجتمع جديد عم يتشكل، هذا عم يتشكل فينا وبلانا يعني. صحيح. مش انه اذا ما عملنا شيء بيضل الوضع مثل ما هو، لانه عدم الفعل هلا ان كان من جيل الاهل ولا من جيل الشباب هو اعتبار انه اذا نحن ما عملنا شيء بيبقى الوضع او فينا نرجع للي كنا عليه قبل الازمه. ما رح نرجع للي كنا عليه قبل الازمه، واذا ما عملنا شيء الواقع مكمل يتغير فينا وبلانا. طب بصير التحدي هون انه ننقل الشباب من منطق الهزيمة اللي ورثوها كمان من جيل أهلهم، لأنه اعتبار أنه العمل السياسي ما بيوصل لمحل، هيدي ورثناها من البيت وبالمدرسة. أوكي، لمحل أنه المشاكل اللي نحن منعيشها على الصعيد الفردي، خبرية القلق، العلاقة مع الوقت المضعضعة ما في شيء مأسس كوقت، لا النقل لا الشغل لا. أوكي، خبرية أنه ما في رؤية للمستقبل، يعني ما في شركات عم تفتح، ما في مؤسسات. أوكي، هيدي المشاكل اللي منعيشها على المستوى الفردي، هيدي مصدرها دوافعها عامة سياسية. نعطي مثل أنه ما في شبكة نقل مشترك بلبنان. أوكي، يعني ما في قطارات، لو في قطارات كان في محطة قطار، هيدي محطة القطار بتشتغل بهيدي الساعة. اوكي، وبالتالي العلاقة مع الوقت بتصير مأسسة أكتر، ببطل فيه هيدا التوتر اللي إنه عجقة السير وأي ساعة بدي فيق وأي كيف بدي أوصل اللي نحن منعيشه. بس هلا عم نرد عليهم كمان بشي فردي، عم نرد عليهم بإنه منروح نشتري تياب حلوين ومنروح على الباب ومنسهر وكله نستهلك يعني. وبس يصح لنا فرصة تنهاجم منروح منهاجر. مازال دوافع القلق عامة، الرد عليها بيكون عام، يعني بيكون بنقل المواجهة من الصعيد الفردي وتقبل دور الضحية للصعيد العام السياسي، وحمل مواجهة سياسية بين جيل الشباب وأهله طبعا. هلا انت برايك جيل الشباب الحالي واعي او مدرك للمخاطر اللي عم نعيشها من هيدا الشيء اللي عم نوصل له؟ أنا بتصور أي واعي، يمكن مش بالصورة العامة، بس ليش عم يسافروا؟ بلشنا الحديث بأنه الهجرة بتحمل مخاطر عالية وكلفة عالية. ليش واحد يروح يقطع كل هالمسافات ويروح يقعد بفرنسا مزروب بين الحيطان يعني وما يتعاطى مع حدا وكل هالخبر؟ ليش؟ أنا بتقديري واعيين، بس واعيين من منطق إنه طول عمره هيك، من منطق إنه هيدا الشيء ما بيتغير، أو من منطق إنه هيدا شيء فردي والتعامل معه بيكون فردي. أوكي. النقل هيدا الشيء من إنه منه فردي هو عام، وإنه مش مزبوط إنه طول عمره هيك بيتغير وعم بيتغير، هو التحول اللي لازم يكون عم بيصير بين جيل الشباب اليوم. يعني هي ديلاما كبيرة، بحس يعني إذا نكسرها بدنا كتير نشتغل. صح. يعني الشغل هو يمكن ما بيخلص ب10-20 سنة، أو يمكن ما بعرف، لأنه فكرة أنه طول عمره هيك، يعني في كتير أشخاص وصلوا لاستنتاج، يمكن هو استنتاج خاطئ، أنه في واحد يغير. بس يمكن اللي بيشوف التجربة التاريخية اللي صارت يمكن حتى من قبل الجيل أهلنا، يعني الجيل اللي قبل اللي حكينا عنهم، السياسيين اللي طلعوا بوجه جيل آخر، انه بيشوف انه لتنشأ حرب يمكن، او برأيه انه اذا صار في حرب، يعني دايما فكرة الحرب الأهلية حاضرة على الطاولة اذا واحد فكر يوصل لتغيير معين. صح. وهيدا يمكن اللي بيخلق في شعور انه انا بدي اهرب دب كلاكيش واهرب من البلد، انه شو بدي فيه. وهيدي يمكن ما بعرف، هون بنرجع لفكرة انه ما في مواطنة.
انه لو في مواطنه، يمكن انه في كتير دول فيها مشاكل اقتصاديه مثل لبنان، يمكن مش قد قساوه اللي عم بيصير بلبنان، انه الدوله لا مبالاه عايشه يعني، او السلطه بلا مبالاه. بس على سبيل المثل انه تركيا هي دولة تعد من أقوى اقتصادات العالم، بس بنفس الوقت ناس كتير فيها عم تعاني من مشاكل اقتصادية، من تضخم، من عقبات اقتصادية للنمو الموجود هونيك وكذا. بس بنفس الوقت بتلاقي الناس متمسكة ببلدها، انه ما عندها هيدي فكرة انه انا بدي بس هاجر. في منهم عندهم اياها موجود، يمكن بيروح على المانيا بيشتغلوا هونيك، بس حتى ما بيحاولوا ياخذوا الجنسية الألمانية، بيضل في هيدي العلاقة مع بلدهم الأساسية. فهيدا هون السؤال، انه نحن لبنان ناقصه مواطنة، وشو ناقصه لبنان لخلص بقى انه جيل الشباب بالاخص يفكر انه انا قادر اخذ مبادرة انه اكسر هيدا الديلاما اللي موجودة بالمجتمع الجيلية، يعني انه م. من جيل جده يمكن فكرة الهجرة موجودة. يعني انا بحكيك عني من جيل جد الهجرة موجودة، وجده لبيي كمان يعني، فالعائلة يعني وصلت جنريشن لجنريشن عم تنتقل فكرة الهجرة. هي الأمثلة الأساسية مزبوط. الهجرة يمكن ما صايرة كتير قلال البلدان اللي صايرة فيهم بالنسبة اللي صارت عنه. الأمثلة اللي أعطيتهم تركيا وألمانيا، هي إجمالا هو هن البلدان اللي أصلا اللبنانية بيروحوا بيهاجروا عليهم. طب ليش العالم هنيك ما بتهاجر وعنا بتهاجر، وليش لما تهاجر بتروح على هود البلدان؟ بهاجر هيدا البلدان شو فيها مؤسسات، شو عرفنا، ضمان اجتماعي وإدارة عامة ونظام بطالة هيدي مؤسسات تجي بتمأسس طمأنينة. اوكي، عنا ما في مؤسسة للطمأنينة، مقابيل حتى في مؤسسة للقلق يعني. اوكي، هيدي الحركشات اللي كل مرة بتصير، انه شي على الطيونة علقوا، شي على الكحالة علقوا، عدم وجود اي رؤية للمستقبل، انه انا شو بده يكون مستقبلي هون، ما في الشركات كلها عم تسكر. هيدي مأسسة للقلق. الشباب عم يهربوا لانه منن شايفين في شيء بهيدا البلد بيقدر يتعامل مع قلقهم، بالتالي بيروحوا على بلدان مثل فرنسا والمانيا وتركيا، وما بيروحوا على افريقيا قليل يعني. اللي بيروح على افريقيا بيكون ناوي يرجع، بس اللي بيروح بده يهرب اوكي بيروح على هود البلدان اللي فيهم مأسسة للطمأنينة. اذا هي يعني هيدي مش بس مواطنة، هيدي مش بس مواطنة كهوية، هيدي مؤسسات عم تشتغل. وبالتالي إذا مؤسسات عم تشتغل، الرد على سبب الهجرة اليوم بيكون بمؤسسة هيدي الطمأنينة، هيدي المؤسسات اللي بتعطي طمأنينة عنا بلبنان بين جيل الشباب. ومن هون الدعوة لاستلام المبادرة بين جيل الشباب لمؤسسة، لخلق هيدي المؤسسات اللي بتعطي طمأنينة. يعني موضوع متشعب، يمكن اذا بنقعد فيه بدنا 3 ايام يمكن نحكي ديتيل. أه بس بحب اشكرك على وقتك، يا هلا. وبحب اشكرك كمان على المعلومات الجديدة اللي اعطيتنا اياها. ويعني ان شاء الله نلاقي اذان صاغية من جيل الشباب انه ياخد زمام المبادرة بقى، ويفكر انه هذا البلد ما له غيره. لو هاجر وتغرب، بس البلد بدها تضل شوي يغير فيها، صحيح يترك فيها شيء أثر يعني. صحيح، ولا عازي أكيد يعني. يعطيك العافية. الله يعافيك.